السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخي اليومي مع نايا. اليوم جيت ندير معاكم هادوك لي فولوفون اللي شفتوهم في الدجاج المحشي اللي حشيت الافخاد ودرت لهم وحشيتهم حشيتهم بلا فيونداشي ورافقتهم مع لي فولوفون. غادي نوري لكم الطريقه تاع لي فولوفون كيفاش درتهم. يعني جاو بزاف شابين وخفاف مع الطريقه تاع العجينه المورقه. تفضلوا تشوفوا الوصفه معايا. كما راكم تشوفوا هنايا نجيبو 500 غرام تاع فرينه. نجيبو 500 غرام فرينه، 2 مغارف خل، 4 مغارف كبار تاع الزيت، شويه تاع الملح. هذيك عجينه مورقه راهي كونجلي، عاود رديتها للثلاجه باش ما تبرد، باش ما تطراش معايا، لخاطرش العجينه رايحين نخلوها تريح شويه. هنايا درت شويه تاع الملح، نبسوهم مليح، نعاودو نجو نلموهم بالماء يكون عادي، الماء يكون بدرجه حراره الغرفه. لموها مليح العجينه، ما تلموهاش طريه بزاف، ما تلموهاش يابسه بزاف، هي تلموها شويه قريب اليابسه، بصح ما تكونش طريه بزاف لخاطرش تجي شاربه الماء والعجينه تاعكم بعد تجيكم يابسه. هي الماء كي تكثروا الماء في العجينه رايحه العجينه تاعكم تجي يابسه. هنا كي نلموها بالماء، شتو دالي واحد الكاس تاع الماء، ندلكو شويه تاع العجينه باش تنخدم لنا شويه، هذا مكان. هنايا نخلوها تريح واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، واللي عندها خدمه تروح تخدمها، تعاود تولي دير العجينه تاعها، تخلوها تريح. انا بعد ما ريحت لي هنا خلوها تريح غير باش العجينه تنحل معانا غايه، ما تقعدش حنايا نحلو وهي تولي معانا. هنا نرش البوطاجي تاعي بالفرينه ونجي نحل العجينه. هنا ما تكثروش الفرينه، ثاني الفرينه رايحه تيبس لكم العجينه تاعكم من بعد كي طيب. هنا جبت 250 غرام زبده التوريق، مارغرين دو فيتاج، ونجي نرابيها فوق العجينه تاعي. يعني طريقة اسهل من هذه ما كايناش، نورمالمون ما كاينش. هنايا نرابوها وسيو ترابوها بالتساوي. وراني دايره معكم ديجا طريقه تاع عجينه مورقه اكسبريس، تخدموها من وتطيبوها من، ماشي كيما هذه، بصح هذه اقتصاديه اكثر وتقدوا تدسوها تاني. هنايا نجو بعد ما ربينا كاع العجينه زبده التوريق، نجو نلفوا العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا، طبقه فوق طبقه، طبقه فوق. ديجا هذا راه توريق، نديروا طبقه فوق طبقه، ودروك نزيدو نكثروا التوريق. عجينه مورقه قد ما كثرتوا لها التوريق رايحه تجيكم شابه. هنايا نجو نحلوها شويه، ماشي رقيقه بزاف، ما نخلوهاش خشينه، متوسطه. ونجو نلفوها لو تور الاول. هنايا في اللفه نفضوا ديما الفرينه، لخاطرش الفرينه رايحه تكون حاجز من بعد، لو كان نخلو الفرينه بزاف رايحه دير لنا حاجز والعجينه تاعنا ما تنتفخناش. ودروك نحلوها الخطره الزوجه. شوفوا رايحه تنحل لكم بكل سهوله، والعجينه تجي رائعه. تخدموا بها كل شيء، كما شفتوني انا درت بها داك النهار بيتزا كوكا، بيتزا كاري هذيك، واليوم درت بها لي فولوفون وجاو بزاف شابين. هنايا جيت نروليها، عاود شفتها صغيره بزاف، عاود رحت كبرتها شويه. وهذا لو تور الزاوج، تقدروا تقولوا لو تور الثالث، لخاطرش اللي درنا طبقه فوق الطبقه الاولى هذاك نعتبروه ان تور. ودروك هذه الخطره الثالثه نلفوها، والعجينه تاعنا راهي واجده. هنايا تخدموا بها كل الاستعمالات. شوفوا التوريق كيفاش جا رائع وجا بزاف شباب. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. ودروك نحطها في كيس بلاستيكي، نحطها في الثلاجة باش زبدة التوريق تجمد معنا. وواحد بعد مرور نصف ساعة، 20 دقيقة، نصف ساعة، نجو نخدمو العجينة تاعنا، نحطهم في الثلاجة. هنايا بغيت نوري لكم التوريق كيفاش جا. ودروك
بعد مرور واحد 20 دقيقه نصف ساعه نجيبوا العجينه تاعنا، نرشوا البوطاجي تاعنا بالفرينه باش نخدموها. هنايا نجو نحلوها، وماذا بكم ما تحلوهاش رقيقه بزاف، هنايا خلوها خشينه، على خاطرش قد ما تخلوها الخشينه لي فولوفون تاعكم رايحين يجوا عاليين، وكل وحده كيفاش تبغي لي فولوفون. كيما انا نبغيهم في هذا الحجم، وكاين اللي يبغوهم عاليين على هذا الحجم. كي تبغوهم عاليين على هذا الحجم، هنا في هذه المرحله تحبسوا، تخلوا العجينه تاعكم خشينه باش العجينه تاعكم تجي منتفخه بزاف. شوفوا انا كيفاش درت لهم في هذا الحجم، واحد 2 ملم، زوج تاع مليمترات، ونجي نطبعهم. هنا نفضهم مليح من الفرينه، جبت غرفيه درت فيها شويه تاع الماء، لاخش عجينه مورقات تلصق لي غير بالماء، ما تحقوا لا بيض لا والو. هنايا جبت واحد قطعت به، وواحد نجي ندير به الدويره الوسطانيه. هنا تقدروا ديروا كاس وبوشون تاع قرعه، ديروا كاس الكبير وبوشون تاع القرعه الوسطاني. هنايا التحتانيه درت لها شويه تاع الماء غير في الحواف، ونحط الفوقانيه تاعها اللي تقبناها في الوسط، نسيو نحكموها مليح. هذا مكان كيما راكم تشوفوا، نقطع زوج، واحده نخليها شابه والاخرى نثقبها في الوسط. التحتانيه ندير لها الماء غير في الحواف، ونحطوا الطبقه الفوقانيه ونسيو نساووها هكا، نزيروها غير شويه، ما بسطوش عليها، غير نحطوها مليح، ولا الفولوفون تاعنا راه واجد. ان شاء الله المعلومه تكون وصلت. كما قلت لكم تقدروا ديروا، انا كانوا عندي هادو اللي نقطعوا بهم، نتوما ديروا كاس، ديروا بلع تاع غراف، ديروا بلع تاع البراد تاع لاتاي، كل وحده اش عندها في الدار. والثقبه الوسطانيه ديروا بوشون تاع بيدو، بوشون تاع قرعه، تقدروا ديروا اي حاجه تبغوها، اي حاجه متوفره في الدار. كيما شفتوا العجينه المورقه عمركم لا تعجنوها، كيما شفتوني كيفاش لميتها، تحطوها طبقه فوق طبقه، تلموها وحده فوق وحده، وتعاود تتلم معاكم، وتعاود تجيكم عجينه شابه. هنا من الاحسن كي تكملوا العجينه المورقه هذه الباقيه تخلوها تريح واحد 10 دقائق عاده، باش تعاود تخدموها، باش ما تقعدش تتكسل معاكم. هذا مكان هنا بعد نكملوا تاع لي فولوفون تاعنا، وهادوك اللي درناهم في الوسط نعاود كيما شفتوني حطيتهم حبه فوق وحده، حبه فوق العجينه اللي بقات لي. انا ديما نديروا الماء في الطبقه الاولى ونلصقوها في الطبقه الثانيه. كيما شفتوني عندكم نلموها غير بيدينا، نديروا الفرينه ونعاود نحلوها بكل سهوله. انا قلت لكم من الاحسن في هذه العمليه تخلوها تريح واحد 10 دقائق، رايحه تنحل معاكم غايه. اللي بغات تريح روحها وما تعيش روحها تخليها تريح 10 دقائق وتعاود تحلها، تجيها الحله سهله، ما تقعدش تعلك معاها، ما تقعدش هي تحلها والعجينه تولي معاها. هنا العجينات كاع كي نعاودوهم من الاحسن كي نعاودوا العجينات كاع، ماشي غير العجينه المورقه، نخلوها تريح. هنا نعاود نطبعوهم، يعني طريقه جد سهله. واللي تبغي الطبقه الفوقانيه تكون الحاشيه تاعها عريضه على اللي درتها انا، تصغر اللي هذيك اللي نعاود نثقبوا بها، هذاك القطعه تعاود تصغرها اكثر. انا بغيتهم يجوا هكا رقاق باش نعمروهم مليح. الطريقه راهي سهله، وان شاء الله تكونوا فهمتوا وتجربوهم. انا حطيتها في كيس بلاستيكي، ومن بعد نكملها نخليها تريح، ونجي نكمل لي فولفون تاعي. هنا جبت صفر تاع البيض، نديروا له شويه تاع الخل. هنا نديروا الخل باش ريحه البيض تروح، والعجينه تاعنا من الفوق تجي تبريي. شتو هذوك لا بريونس اللي تجي فوق لا فينوازغي كاع، البان شوكولا كرواسون، هذه عجينه مورقه كي هذيك لا بريونس سرها هو الخل مع صفار البيض. هنا نديروا نطلوها مليح بصفار البيض باش من بعد تجينا دوغي وتجينا شابه. رايحه
ان شاء الله نوري لكم عده استعمالات تاع العجينه المورقه، مالحه وحلوه. ان شاء الله هاد الايامات ندير لكم لا طاختو بوم، طورطه تفاح. هنايا بعد ما درت لهم صفر تاع البيض، جبت شويه تاع الجلجلان ونزوقهم من الفوق. اللي بغى، اللي عندها جلجلان دير، اللي عندها السانوج دير السانوج، كل وحده شا عندها في الدار. وتقدوا ما تخلوهم غير هكاك تاني يجوا شابين، ما ديروا لهم والو من الفوق. انا حطيت الفرن تاعي يسخن، نحطوه يسخن مليح قبل ب20 دقيقه. كي تبداو كي تبداو تقطعوا لي فولوفون تاعكم، حطوا حطوا الفرن تاعكم يسخن مليح ونحطوهم يطيبوا. انا عندي فرن تاع الغاز، نخلو النار تكون قاويه، نحطوهم في الوسط. هنا كي تشوفوا العجينه المورقه تاعكم ديفلوبات، نقصوا لهم النار، نقصوا لهم النار باش يطيبوا لكم من الداخل، وخلوهم يطيبوا غايه. كيما سمعتوني، كي تشوفوهم يديفلوباو نقصوا النار باش العجينه تاعكم تطيب لكم من الداخل وما تجيكمش خضره. شوفوا كيفاش جات معايا، شوفوا كي جاتني طايبه من الداخل، جات ما شاء الله. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، واللي جربتها تحطها في الجروب تبادل الوصفات مع مطبخ اليومي مع نايا. واللي مازال ما دارت لي ابوني ان شاء الله دير لي ابوني، وان شاء الله ديروا لي جيم وتخلوا لي كومونتير، وربي يعطيكم ما راكم متمنين.